بس بقى مش كده، مش كل يوم على الحال ده، أنا خلاص فاض بيا، ما تشوف لك حد تاني. قال لي أشوف حد زي مين يعني؟ وبعدين هو أنا خلاص ما بقتش ملعينك؟ ده أنا من ساعة ما ابني سافر وأنا اللي موجود بداله. إيه اللي غير بقى موقفك دلوقتي؟ قلت له أنا ما اتغيرتش، بس أنت حماية ولا كأنك شاب في العشرينات، وأنا ما عنتش قادرة. ده صبح وليل يا أخويا، ومين بس الست اللي تقدر على الحال ده؟ قال لي كتير، بس إيه رأيك علشان تعرف بس إن الشباب الصغير ده مش هو المطلوب، وإن اللي زي اللي هو اللي هيجيب لك المفيد. وأنا دلوقتي هخليكي بقى تحسي إحساس تاني. أصل أنا النهاردة حاسس كأني رجعت شاب العشرينات بجد. قلت له إيه ده يا خرابي؟ كل ده وأنا بقى هقدر عليه إزاي؟ وساعتها طبعا انتوا مش فاهمين أي حاجة، لكن أنا دلوقتي هقول لكم الموضوع من البداية للنهاية. لكن قبل ما أحكي لكم الحكاية، عايزاكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واللي لسه ما اشتركش علشان الفيديوهات تنجل لهم بسرعة، ولو ياريت تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل إشعار بالحاجات الجديدة والجميلة والحصرية اللي بننزلها عندي على القناة. ودلوقتي يلا نبدأ بقصتنا. أنا سناء، اتجوزت من سنة، وكنت متفقة بجوزي إن من أول ما نتجوز هيقعد معايا شهرين كده ولا حاجة، وبعدين هيسافر الخليج لأنه كان جاي إجازة، بس كان جاي علشان خاطر يتجوز وكمان علشان يلاقي حد يونس أبوه. وأنا كنت موافقة، وفعلا اتجوزنا وعدوا الشهرين بسرعة، ولقيته بيقول لي أنا خلاص مسافر. قلت له إيه ده؟ هما بس شهرين لحقوا يخلصوا بسرعة كده؟ قال لي أيوة. قلت له طب ما سافر معاك. قال لي طب أبويا يا فلحة اللي هياخد باله منه. قلت له إحنا ممكن نشوف له أي حد يخدمه وإحنا نبقى ننزل له أجازات. قال لي يعني ينفع أكون متجوزة واحدة زي القمر، قمر زيك كده وتقدر تشيل مسؤولية أبويا والبيت في غيابي، واروح أجيب له واحدة غريبة تقعد في بيتنا؟ قلت له عندك حق، ما هو ما ينفعش، بس برضه ما ينفعش تسيبني، أنا لسه عروسة جديدة، وإنت يعني ما قلتليش إن الموضوع هيبقى بسرعة كده. قال لي هو إيه ده؟ أنت مش متفقة معايا؟ هو أنت مش عارفة إن أنا هسافر بعد الجواز بشهرين؟ قلت له أيوة، بس ما كنتش عارفة إن الجواز حلو قوي كده، علشان كده أنا مش عايزك تسافر. قعد يضحك وقال لي بطلي بقى عبط، وبقولك إيه، أنا مش عايزة أديلك أكتر من كده. قلت له خلاص سافر. قال لي أبويا كل يوم لازم تنزلي وتشوفي طلباته، وإما بقى هو يقعد معاكي هنا في الشقة، يا إما أنتي تنزلي تحت في شقته وتقعدي معاه. قلت له بص سافر أنت وأنت مطمن، وموضوع الطلوع والنزول ده أنا هظبطها أنا وأبوك مع بعضنا، وملكش أنت دعوة. وفعلا خلص جوزي أوراق السفر وسافر، وكنا كل يوم يعني بنطمن على بعض وبنتصل ببعض، وكان كل يوم كده يعني يتصل بيا فيديو كول علشان يشوفني واشوفه ونطمن على بعض وهنهسر بعض. لكن بصراحة المكالمات دي ما كانتش بتعمل معايا أي حاجة، أنا كنت ببقى متضايقة وحاسة إن أنا محتاجة جوزي ومش لاقياه، وما كنتش عارفة أعمل إيه. واتكلمت معاه أكتر من مرة، كان يقعد يقول لي كلام حلو وكلام معسل بتاعه، وأنا كنت خلاص زهقت وتعودت على الكلام بتاعه. وكنت كل يوم والتاني أنزل عند حماية، لأنه كان بيرفض إن هو يطلع يقعد معايا في الشقة، معرفش ليه، بس أنا كنت بنزل يعني كل يوم أنظف له البيت وأعمل له أكل واحتياجاته. لكن اللي أنا لاحظته إن كل منزل عنه تحت بيختفي، معرفش بيروح فين. وكل مرة كنت بسأل نفسي هو يا ترى بيروح فين كده، واشمعنى يعني أول ما بنزل؟ ده زي ما يكون ظابط نفسه على معادي، يا إما بقى هو مش حابب إنه يقعد معايا. وفي يوم من الأيام أول ما نزلت عنده ولقيته بيبتدي كده يدخل أوضته ويختفي، قلت له جرائية حماية، هو أنت مش عايز تقعد معايا هنا ولا إيه؟ قال لي لا طبعا، أنت مين اللي قالك الكلام ده؟ قلت له أصل بصراحة أنا كل ما أجي وأدخل يعني بلاقيك بتختفي فجأة. قال لي لأ، أصل أنا بدخل أرتاح شوية عبال ما أنت تخلصي يعني شغل البيت اللي وراكي. لكن بصراحة كلامه ده ما أقنعنيش، وكنت عايزة أعرف هو بيعمل إيه بالظبط. وفي يوم من الأيام سمعت صوت عالي جاي من أوضته، وأنا كنت وقتها في المطبخ، والمطبخ كان قريب قوي من أوضة حماية اللي هي أوضة النوم بتاعته. وطبعا عارفة ومتأكدة إن هو عايش لوحده، أصله هو على الحال ده من يوم ما حماتي ماتت، ده حتى ما بيخليش أي حد يدخل البيت سواء كان غريب أو قريب منه، ولا حد بيجي عنده كمان، هو ما بيحبش كده. لكن أنا طبعا بحكم إن أنا مرات ابنه كنت بنزل بس يدوب أعمل الحاجات اللي هو محتاجها، وكنت بطلع على طول. لكن اليوم ده الصوت كان جاي زي ما بقول لكم كده من أوضته عالي جدا. حاولت إن أنا أطلع بره، وكنت فاكرة إن أنا نسيت التلفزيون وعليته، وإن هو طبعا ممكن يقوم يزعق ليا من الصوت العالي ده. لكن لما طلعت في الصالة ما لقيتش التلفزيون ولا حاجة. والغريبة بقى إن الصوت اللي كان موجود ده صوت يعني صوت واحدة مع واحد، صوت واحدة مع جوزها يعني وكده، والصوت عالي لدرجة إن هي نسيت نفسها. وأنا بقى فكرت في الوقت ده إن
حماية مع حد في الأوضة. ضحكت وقلت في سري يا نيلك يا حماية، معقول في السن ده هو قادر؟ يا لهوي. لكن لما قربت من باب الأوضة علشان أشوف مين اللي معاه ما لقيتش حد، ولقيته ماسك في إيده تليفون وعمال يعني بيتفرج على حاجات مندمج قوي، واللي أنا شفته محدش يتخيله. يا نهار أبيض، إيه كل ده؟ يا ابنك يجي جنبك سافر على الشمال ومفيش مقارنة أبدا ما بينه وما بين جوزي. معقول ده كله مستخبي يا حماة التركي؟ كنت مبسوطة وفضلت بقى على الحال ده ووقفت أتفرج، وتقريبا كان الوقت كده عدى عليه أكتر من نص ساعة وهو زي ما هو، لا تعب ولا زهج. وأنا كنت خلاص رجليا وجعتني من كتر الوقفة. وفجأة ومن غير قصد كده زقيت الباب ودخلت جوه الأوضة عنده، وهو أول ما شافني اتخض وما كانش حتى عارف يقفل صوت التليفون. ووقتها قعد يزعق فيا ويقول لي إيه ده؟ انت إيه اللي دخلك هنا؟ لكن أنا كنت مبلمة كده ومش عارفة أرد. أصل اللي أنا شفته قدامي على الحقيقة حاجة تخض أي ست، وهو ما كانش مصدق في الوقت ده. وحماية فجأة عينيه لمعت وابتدأ يعمل معايا حاجات، وأنا الصراحة يعني ما كنتش يعني في وعي، كنت حاسة إن أنا في دنيا تانية. ومن اليوم ده ابتدى كل يوم على ده الحال، لحد ما أنا في يوم قلت لأ بقى كفاية كفاية كده، ما ينفعش أكون ماشية في الطريق اللي أنا ماشية فيه وأنا مش هنزل بقى اليوم ده. وفعلا اليوم ده ما نزلتش، فلقيته هو اللي طلع عندي ولقيته بيقول لي جرائية مرات ابني، هو أنا مش المفروض كنت تنزلي ولا إيه؟ قلت له أنا بصراحة مش عايزة أنزل تاني ولا نعمل أي حاجة. قال لي والله هو أنا مش المفروض بدل ابنك في غيابه وأعمل كل اللي هو بيعمله؟ وبيقول لي أنت مالك كده؟ إيه اللي غيرك فجأة؟ قلت له أهو كده بقى، أنا مش عايزة أعمل كده تاني. لقيته فجأة بيهددني وبيقول لي لو بطلت اللي بتعمليه ده معايا أنا هقول حاجات لجوزك هخليه يطلقك على طول، وهقول له حاجات عنك مش كويسة، وابني بقى ساعتها هيصدقني ويسمع كلامي ويطلقك ويرميكي في الشارع. وبصراحة من ساعة التهديد ده وأنا ما بقتش عارفة أعمل إيه، وكل يوم بنزل له علشان خايفة إن هو يقول حاجة لجوزي ويخرب عليا جوازي وحياتي. وطبعا لو هو قال أي حاجة لجوزي طبعا جوزي هيصدقها أول واحد، لأنه أبوه بيحبه وبيثق فيه. فأنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي أو أتصرف إزاي. ما هو قدامي دلوقتي حل من الاتنين، يا إما أتطلق واتفضح يا إما أفضل مع حماية مستنية. تنصحوني وتقولولي أعمل إيه؟ يمكن حد فيكم قبل كده مر بالتجربة دي، ياريت تنصحوني وتقولولي بدون تجريح.